القرموط اللي في المكان النظيف على حسب ما تعود القرموط على الاكل. يعني القرموط اللي عندنا ده بياكل اول حاجه علف، تاني حاجه بتغذى على البسكوت بتاع المصانع اللي هي متكسره، المعجنات. وده طبعا القرموط زي ما انت حضرتك شايف قرموط ابيض فاتح، جلده حلو يعني. يعني اللي بيشتري لازم يبص على القرموط لونه. طبعا يبص على لونه وبيبص على جلده، كان جلده ناعم وجلده خشن. وده طبعا حضرتك زي ما انت شايف عندنا ما بنجيبش غير القرموط النظيف الموثوق فيه، عشان طبعا احنا لنا اسمنا هنا في السوق ولنا وضعنا هنا في السوق. ما ينفعش نجيب قرموط بياكل زباله وقرموط بياكل لحوم. الحاجات دي طبعا ممنوع عندنا خالص هنا في بورصه الاسماك طبعا. لكن قول لي بقى، الناس في السعوديه وفي العراق ما بيرضوش ياكلوا القرموط، طب ليه؟ ايه المغرب؟ لا طبعا على حسب المصدر اللي هو جاي منه القرموط، يعني دي بيبقى مصدر موثوق فيه. في ناس بتربي القراميط ديت على اللحوم والفراخ والمصارين والحاجات دي. طبعا احنا عندنا القرموط زي ما حضرتك شايف كده، علف علف بسكوت معجنات، الحاجات ديت اللي هي بتاعت المصانع ديت بتخلي جلده كده وبتخلي لونه كده، وحتى الطعم نفسه بيبقى فيه فرق بينه وبين اللي هو واكل. فرق ما بينه وما بين اي حاجه ثانيه طبعا. يعني انت بتقول الناس اللي هي مثلا في دول الخليج زي السعوديه والعراق والاماكن ده القرموط اللي بيتغذى على العلف، ده القرموط اللي بيتغذى على علف، الحاجه الموثوق فيه. طبعا التجار ما بيجوش غير على الحاجه النظيفه، واحنا اسمنا هنا في السوق زي ما حضرتك شايف يعني.